أنا نسرين، وده بودكاست لوجيك بالعربي، ودي حلقة التسويف. عمرك حسيت إنك ناوي تبدأ بس خطوة واحدة مبهمة بتفصلك عن اللي مفروض تعمله، وتلاقي نفسك بتعمل أي حاجة غير المطلوب منك؟ يعني يكون معاك امتحان وفاضل عليه يومين وتفضل تأجل، يعني بمعنى أدق بتتمرقع لغاية فجر يوم الامتحان. أو يكون فاضل شهر على الفاينل وتقول أنا عايزة أتعلم صيني مثلا. ممكن تكون بتسمع البودكاست ده وإنت أصلا وراك شغل كتير وإنت مأجله، بس من حسن حظك إن البودكاست ده هيساعدك إزاي تقضي على التسويف. النهاردة هحاول أبسط لك التسويف وحلول تنقذك في الأزمات. بس لازم نفهم إن التسويف ده هو مقاومة نفسية بيستخدمها عقلنا عشان ما يعملش مجهود. التسويف شغل علماء كتير، أبرزهم العالم الكندي بيرس ستيل، اللي قال في نظريته باسم الدافعية الزمنية إن التسويف بيحصل لأن عقلنا بيفضل المكافآت السريعة على الهدف البعيد. بيرس ستيل وضح إن دافعية الشخص للقيام بالمهمة بتتأثر بأربع حاجات، أنا هقولهم لك باختصار. 1. قيمة المكافأة، كل ما المهمة مفيدة أو ممتعة الرغبة بتزيد. 2. احتمالية النجاح، كل ما تحس إنك قادر تنجح ميلك للبدء بيزيد. 3. الوقت، كل ما ميعاد انتهاء المدة بيزيد مع تأجيلها. 4. الانحراف اللحظي، أي شيء يلهينا دلوقتي عن الهدف يخلينا نسوف أكتر. وشوية لقدام هفهمك يعني إيه الانحراف اللحظي. ببساطة كل ما المهمة البعيدة وضعيفة والمكافأة مش واضحة عقلنا بيختار الراحة. طيب ونعمل ايه او حل مشكلتنا دي ازاي؟ زي ما الابحاث العلمية اكتشفت الداء اللي هو التسويف، اكتشفت طبعا معاه الدواء، والدواء ده انا هختصرهولك في 5 عناصر. 1. تقسيم المهمة، يعني احنا حاليا مفروض نذاكر مادة كاملة، المادة بتتكون من 6 فصول، قدامي على الامتحان 6 أيام، فأنا مفروض أخد جزء منها يوميا بدل ما أذاكرها كلها في يوم واحد، لأن عقلي مش هيستوعب، وبدل طبعا ما تأجلها كلها وتذاكرها قبل الامتحان بيوم. 2. تحديد وقت محدد للعمل، ده بيساعد إنك تحارب الانحراف اللحظي، اللي هو إن احنا بنتشتت بأضعف أي حاجة بتعدي قدامنا، أضعف وسيلة ممكن تشتت. كام مرة تعمل تليفونك صامت وبعد كده يحصل فايبريشن فتروح تيجي تجري تشوف الإشعار حصل ولا ما حصلش. المهم انت هيك دلوقتي عرفت ايه اللي بيعمل لنا تشتت، ألا وهو التليفون. 3. مكافأة نفسك بعد أي إنجاز مهم مهما كانت المكافأة صغيرة. 4. التحكم في البيئة المشتتة، وطبعا زي ما شرحتلك إن التليفون بيكون هو العامل الأساسي معانا. 5. الإرادة، يعني حاول تلتزم بروتين صغير يوميا. زي ايه الروتين؟ مثلا حاول تفطر كل يوم. هختم كلامي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل عجزك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان عايز أقولك إن التسويف مش ضروري يكون خوف من الفشل، أحيانا عقلنا بيهرب في علمه الخاص اللي هي أحلام اليقظة زي ما بيقول العلم الحديث، وده هيكون موضوعنا الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.